بغض النظر حتى لو ما كان برج الجوزاء فأنا مريض ثنائي القطب. هي أكثر من شيء اسمه مزاجي يعني، فهذا مرحلة ما قبل الفصام يعني. عرفت؟ ثنائي القطب شيء كتير سيء، مو مزحة أبدا، والبني آدم كتير بيعاني منه، وبتكون أنت كتير رايق وأمورك سالكة، فجأة بتحس بسوداوية ما لا منطقية، غيمة كآبة غيمت عليك، ممكن تستمر 3-4 أيام أثر حالي. يعني هي ببعض الحالات بتوصل للانتحار لما بتنتبه انه انا بختفي ايام هيك فجأة. هاد اثر ثنائي القطب. ثنائي القطب ما بعرف، هو مو مرض، هو اضطراب بعتقد. بس انه الشيء الوحيد النفسي اللي ما له علاج. في ادوية بتخفف من حدته، مش عم قال انك تنتحر عرفت؟ بتخفف من حدة الموضوع بس ما له علاج ابدا. ما انت بدك تصير تفهم مخك لما مثلا تصيبك هالحالة تنعزل مثلا، تصير تفهم حالك. انا طريقة التعبير عن هذا الموضوع وقت تصيبني هاي الحالة، بنعزل، بشوف كثير افلام، بسمع اغاني، بكتب، بلحن، بقرا. انا حدا بقرا كثير. ف يب بعرف اتعامل مع حالي يعني، بعرف اتعامل مع مخي، وعندي فرط نشاط ونقص انتباه نسبي ماله بالعموم. شيء بيخليك بتتحرك كتير وما تهدى. ايه هذا الشيء بعدين عرفته بيعمل لي ضبابية بالرؤية وضبابية بالدماغ وبفقد تركيزي، يعني بفقد التركيز كليا وبدوخ. عرفت؟ شيء شبيه بالدوخة. صرت بفهم حالي إلى حد ما، بس محيطي عم بيعاني معي. أنا فهمان، بس حتى أنا وفهمان بحاجة معاملة خاصة مو الكل قادرين يعطوني إياها. مثلا باشا كتير بتحمل مني أحيانا إنه أنا بتعامل معه بطريقة كتير مؤذية، بصير بعيط عليه وبتعامل معه بعصبية وبلا أي مبرر. مالي معصب أنا، خلص مالي تمام.